السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ فيديو بسيط كده، يعني ملامح كده من المباراة بتاعت مانشستر يونايتد وارسنال وانطباعات كده عن الفرقتين. طبعا اغلب الكلام اللي بعد الماتش ان يونايتد لعب مباراة كويسة، يونايتد كان افضل لكنه ما قدرش يحول الفرص لاهداف، فبالتالي عشان كده خسر. ارسنال، الفوز ده جماهير ارسنال او الناس المحللين واخدينه اللي هو ايه، ده فوز الفرق الكبيره، ان انت كنت وحش في ماتش لكن انت قدرت تكسب، فقدرت تاخد الثلاثه بونت برغم ان انت ما كنتش كويس، فدي سمه من سمات الكبار. فدي حاجه بقى من اول اسبوع كده اللي هي تديك حق ايه، لا ده ارسنال شكله جاي ينافس على الدوري، مع انه السنه اللي فاتت عمل كده وكان بيكسب بعض الماتشات برضه عادي يعني، فمش شرط. بس ده الانطباعين الاغلب يعني، والانطباعين صح، مش هقدر اقول لك غلط. يعني هو ارسنال فعلا ما كانش كويس في ماتش لكنه قدر يكسب، وده مهم. هو قدر يحول كوره، ارسنال ملوش فرص كتير في مباراه لكنه لعب على الحاجه اللي هو بيعرف يعملها كويس، اللي هي الضربات الثابته، وقدر يحول كوره منهم لجون. وانت كيونايتد لعبت كويس وكان عندك فكره كويسه ووصلت للمرمى لكن ما قدرتش تسجل اهداف لعده اسباب، ابرزها هو تالق حارس المرمى. يعني انت الماتش ده فيه بعض الفروقات بين الفريقين، ابرزها فرق حارس المرمى. يعني انت بايندير، يعني انت مش قادر تخبط الكرة جامد شويه، ساليبا بيزقك او بيديك كتف، مش قادر انت تزقه في المقابل. ما هو لو انت زقيت ساليبا نفس الزقه اللي هو زقها لك، الحكم مش هيحسب عليك بلن. اذا كان زقت ساليبا ما حسبلكش فاول. طبعا هو الجون فاول او لا، انا يعني تحكيميا انا مش هقدر اقول لك، وحكام الانجليز اصلا انت ما بتقدرش تتوقع هو بيعمل ايه. عشان كده لو بايندير اصلا هو فاكر ان الكره هتتحسب له فاول، يعني يا باشا انت كنت في البريمير ليج السنه اللي فاتت برضه، انت فاهم التحكيم الانجليزي. يعني الحكم الانجليزي يا باشا لا يتوقع، هو ماشي بمبدأ انا ما حدش يتوقعني. فانت لو فاكر ان هتتحسب لي فاول كان غيرك اشطر يعني. يعني اكيد لا يعني. ساليبا دخل عمل الصح، ساليبا لعب على انه والله انا هدخل هعمل الزقه دي، ويا تيجي جون يا الحكم يحسبها فاول، بقى انا عامل اللي عليا وخلاص. انت كحارس مرمى يعني، انا زي ما قال له كابتن ابو تريكه، يعني ما لا يعني دي منطقتك، دي منطقتك، انشف شويه. انا اسف يعني احنا شفنا رايه في الشوط الثاني نفس الفكره، برونو فرنانديز في كوره، واحنا بقى ايه، يونايتد بقى قال لك بقى ايه، احنا هنعمل فيكم اللعبه بتاعتكم. اطلع يا ديليخت اقف عند رايه ديليخت، بقى ده سليبه بتاع ديليخت اصلا، اللي هو لو جه ينشف على رايه شويه هيتصاب اصلا اساسا يعني. اطلع يا ديليخت بقى اقف بقى قصاد رايه وزق بتاع، راح رايه قال لي ديليخت معلش سيادتك تعالى كده شويه، دب ضرب الكره بالبوكس بره، خلاص الكره طلعت بره. فمش محتاجه يعني. وده للاسف هيرجعنا لبقايا الفتره بتاعه الصفقات الفاشله اللي اتعملت في الكام سنه اللي فاتت. ما هو نانا ده من ضمن الصفقات الفاشله، جه كده في شويه صفقات انت محتاج تفلترهم، تقعد بقى تشوف بقى مين اللي نجح، مين اللي فشل، مين اللي فيه الرمق شويه، مين اللي ممكن نشتغل عليه 17 سنه بقى عشان ينجح، مين اللي ما فيش منه رجا زي انتوني وسانشو مثلا. فهي للاسف ده نتيجه الصفقات الفاشله اللي انت بقالك كام موسم بتعملها. فانت كنت جايب اونانا، ده هو هناك جاب رايه، انت جبت اونانا، فده الفشل. وهنا انا هسال مجموعه اسئله لروبن اموريم. يعني هو انا الفيديو ده هيبقى تساؤلات، كام سؤال كده. السؤال الاول، ليه ما وقفتش توم هيتن حارس الثالث؟ حارس عنده 39 40 سنه ماشي، بس انا مش هوقفه طول الموسم، انا هوقفه الماتش ده بس، خاصه ان الماتش الودي اللي هو لعبه مباراه بورنموث لو انا فاكر صح لعبها كويس. يعني ده تقريبا احسن ماتش ودي انت لعبته اصلا. فهو لما لعب في الماتش الودي ادى، ما كانش وحش، ما كانش ناسي حراسه المرمى، ما كانش بيتعب من دقيقتين مثلا انه عنده 39 ولا 40 سنه. وبعدين ده حارس بقاله 20 سنه مثلا بيلعب في انجلترا، ففاهم الاجواء وعارف بقى الحكم وعارف الدنيا وعارف القصه دي كلها، وعارف ان عادي مش هتتحسب فاول ويلا احنا نازلين خناقه والقصه دي كلها. ما وقفتش الراجل ده ليه؟ هو طالما احنا مش هنوقف اونانا، وانا مش ضدك ان اونانا ما يقفش الماتش ده، اونانا ما لعبش معاك المعسكر الاعدادي، فخلاص فمش هوقف اونانا، ماشي تمام، الاثنين لعبوا معاك.
منهم واحد انا شايف ان هو ادى كويس، اللي هو توم هيتن الحارس الثالث، لو انا بنطق اسمه صح يعني. ما وقفتوش ليه؟ يعني انت كده كده مش هتوقف الحارس رقم واحد، فرقت بقى 2 من 3 من 4، ما هم كلهم ما بيلعبوش. حتى لو بايندير انت كنت اديته شويه الموسم اللي فات مثلا، اداك اماره يعني انه كويس؟ لا. فكنت توقف توم هيتن وتريح نفسك. ده السؤال الاول، ليه ما وقفش حارس المرمى ده؟ السؤال الثاني، ليه بنجامين سيسكو ما بداش؟ اتسأل قبل الماتش، قال اصل جاي لسه جاي من بلد غريبه، هو بقى نفسه جاي على بلد غريبه والكلام ده. هو اصلا مش الماني يعني، الراجل من سلوفينيا، ما هو اكيد لما راح لايبزيج كانت بلد غريبه المانيا برضو يعني. يعني عادي يعني يا باشا، هو اكيد واخد على كده. وبعدين المهاجم، انا بشوف ان المهاجم مركز من المراكز اللي ممكن تحط اللاعب بتاعها. طب ما انت بدات بيه الشوط الثاني يعني، لعبته بيه يعني او دخلته في الشوط الثاني. كنت بتفرج على اندي جراي بتاع القناه بتاعت بي ان الانجليزيه، بيقول لك ما هو لو هتلعبوا الشوط الثاني ومعاك جاز الشوط الثاني، ما هو ينزل جاز من الشوط الاول، ما فرقت ايه؟ ما هو يعني هو في ال 45 دقيقه دول هياخد على جو انجلترا يعني، هيتعلم انجليزي، هيفهم بقى مدينه مانشستر في ال 45 دقيقه، فرقت ايه؟ انت ضيعت 45 دقيقه بتلعب بميسون ماونت، شيء ما انا مش فاهمه. هل هو المفروض يلعب فولس 9 ميسون ماونت؟ فولس 9 ده معناه ايه؟ معناه انك هتطلع بالكوره على الارض لبرونو فرنانديز، برونو فرنانديز هيلاقي ماونت اللي نازل لتحت لانه فولس 9، ماونت هياخد الكوره ويحاول يودي مبومو او كوني على الجون. هل انت بتعمل ده؟ لا، لانك اصلا في خطتك انك هتلعب كره طويله على مبومو، عشان انت عارف ان ارسنال هيضغط عليك عالي وانت مش هتعرف تطلع بالكره تحت الضغط. طب انا بلعب ماونت ليه؟ يا سيدي لاعب سيسكو، ممكن سيسكو يبقى حل تطلع عليه بالكره الطويله برضه، تستغل طوله ده. الحاجه الوحيده اللي عملها ماونت في الشوط الاول انه في بعض الاحيان كان بيطلع درجه من ناحيه الشمال، وكونيا كان بيعملها في الشوط الثاني لما بيستلم وهو ناحيه الشمال، مايل ناحيه الشمال شويه، كان بيطلع درجه عادي جدا. فايه الفايده؟ ايه الفايده ان انت لعبت ماونت؟ فده السؤال الثاني، ليه ما بدأش بنجامين سيسكو المباراه؟ اليونايتد لعب على فكره انه انا هلعب كره طويله على براين بومو، ارسنال كده كده ضاغط، فارسنال بيطلع بلعيبته قدام ففي مساحات ورا، فمبومو لو متعلق قدام شويه ولعبنا له كره طويله هيبقى ممكن في عنده مساحه. واغلب الوقت مبومو كان في واحد ضد واحد مع كالافيوري وكان بيتصرف كويس، وكونيا لما كان بتجيله الكوره كان بيتصرف كويس. الاثنين بصراحه عملوا ماتش حلو جدا، نسبه ان ده اول ماتش رسمي مع يونايتد وقصاد ارسنال، فبصراحه ماتش كويس جدا للاثنين. وعجبني كونيا اكتر، تحسه مهاري اكتر، تحسه في كرة في الشوط الثاني كونيا استلم وحضرها بنفسه بلفه كده، عمل كده لفه كده وحط يعني خد الكرة بلفه كده، خلصها بشكل حلو جدا ما شاء الله، ربنا يبارك له، مهاره برازيليه ما شاء الله ربنا يبارك. فعجبني كونيا اكتر لانه مهاري اعلى. موبومو حلو بس اديله مساحه. بس الاثنين بصراحه كانوا كويسين جدا، وكانوا محتاجين ان سيسكو يبقى موجود معاهم قدام. فانت لعبت على الفكره دي، انا مش هحضر على الارض كتير، ولكنك لعبت ببرونو فرنانديز بجانب كاسيميرو. واظن الفكره بتاعت برونو كانت اني لو قدرت اطلع على الارض برونو يبقى قريب لورا، لان هو احسن لعيب هيعرف يستلم تحت ضغط ويعرف يتصرف بالكوره. ولو معرفتش هضرب الكره الطويله على الناس اللي قدامي اللي عندها مساحه وبتستفيد بالمساحه بين قوسين بومو. فالفكره كانت كويسه، ما كانتش وحشه. انا من الناس اللي بحب التحضير على الارض، لكن بما ان ارسنال هو احد اقوى الفرق اللي بتعمل ضغط عالي، فخلاص يا باشا، طالما الكره العاليه اللي انت هتعملها كوره عاليه للعيب بعينه وكره كويسه وهتوصلك قدام، اعملها. انا ما بحبش الكره العاليه لما بنبقى احنا اي تطفيش في اي هبل زي ما بيحصل في مصر. عشان كده مثلا في مصر بلاقي الاهلي انا عايزه يلعب على الارض مثلا، انا معلش هطلع سنه عن سياق الفيديو لسببين: اولا لان ما حدش هيضغط على الاهلي ضغط ارسنال، ثانيا لانك بتلعب كره عاليه ولا ليها اي ثلاثه لازمه. لكن لو انا هعمل زي ما عملت في الماتش ده، انا هلعب كوره لبومو قدام وانا عارف ان عنده مساحه لاني شادد لعيبه ارسنال قدام، فالراجل ده ممكن يستلم ويتصرف، او هعمل نفس الكلام لو لعبتها لكونيا، ماشي، ما عنديش مشكله انك تلعب الكوره عاليه زي الفل. فبالنسبه لي التكتيك ما كانش وحش، ورحت للجون وقدرت تتصرف.
التكتيك التاني بتاعك انك ما عندكش وينجات، فبالتالي دورجو واخد الخط، وخاصة الناحية بتاع دورجو لان بومو بيستلم كتير على الخط او قرب الخط، فبالتالي تقدم دالوت مش هيبقى كتير قوي، فدورجو هو اللي بيطلع لقدام كتير. فانت لما بيبقى معاك الكرة قدام بتعمل ايه؟ بتحاول ان انت تودي الكرة عند دورجو ناحية الشمال، ودورجو بتبقى سكته سالكة شوية، مفيش وينج قصاده، وراح الراجل بكوره قدر شاطها وجت في القايم وكان خطير. وراح بواحده تانية اللي لعبها كره بالعرض وما كانش فيها ولا واحد في ال 18، لو سيسكو موجود كان هيجري جوه ال 18 بقى دي ان ايه المهاجم. وفي الشوط الثاني راح كذا، ما هو لعب بعرضيه وكان سيسكو بقى في ال 18، وجات الكره بتاعت موبومو اللي بالهيد اللي شالها رايه طبعا، فرق في حراسه المرمى. فكانت دي الفكره، ان انت مطير دورجو اكتر شويه، ولما حاولت تهاجم اكتر رحت شايل دالوت ومطير بقى اماد الناحيه الثانيه، لعبت ان اماد ومبومو واحد فيكم ياخد الخط وواحد يدخل لجوه، وتتبادلوا بقى ممكن الادوار مع بعضهم، والدنيا كانت ماشيه كويس يعني. ما كانتش يونايتد بصراحه قدم مباراه كويسه يعني. السؤال الثالث اللي عايز اساله بقى لروبن اموريم، وده مش يعني انا رايي يعني كاسيميرو هو لم يقدم مباراة سيئة تماما، بس كاسيميرو هو عنده مشكلة من الموسم اللي فات واللي قبله بتحصل معاه. يعني اول موسم كاسيميرو ماشي كان كويس، بس من بداية من تاني موسم لعبه مع يونايتد وهو عنده مشكلة كبيرة جدا. كاسيميرو في نص الملعب يا اما مس باس يا اما بتضغط عليه تتقطع الكورة، وانت كلاعب 6 واحنا بنحاول نطلع بالكرة قدام بيتقطع منك الكورة في وسط الملعب، بيتعمل عليها تحول خطير جدا. اتعملت قبل كده في ماتش ليفربول، حتى الماتش الودي بتاع بورنموث اتقطعت منه، وكان ساعتها حتى وقع وكان الناس مستغربه ازاي الكوره مش فاول، وفي لعيب بقى جري بقى بهجمه مرتده. فلما بيبقى جنبك برونو فرنانديز بتبقى مشكله، لان اللعيب اللي جنبك مش ديفندر، فمش متوقع غلطتك ومش عارف يغطي معاك، فبيروح عاده الناس بتحاول على الثلاثه اللي ورا اللي هم اصلا برضو مش سرعه. كاسيميرو امبارح على فكره ما كانش وحش قوي يعني، كاسيميرو امبارح سبحان الله يعني هو عمل برضو ميس باسز، يعني في كرة في الشوط الاول مش فاكر في الدقيقه كام بالظبط، هو كان المفروض هي كرة عاليه سنه، فهو رفع رجله كده عايز ينزلها جنبه على الارض لبرونو فرنانديز، لعبها له بعيد عنه شويه واتقطعت طبعا. في كرة في الشوط الثاني عمل كعب، يعني ما اعرفش ايه لازمه الكعب ده بصراحه، لكن لقيته بيعمل كعب كده طبعا اتقطعت منه. ولكن للامانه في كوره في الدقيقه 24 او 25 قطعها وعمل هو نفسه كرة عاليه لمبومو وداها، ومبومو عمل منها فرصه حلوه. كنت مندهش ان ده كاسيميرو يعني، لدرجه ان انا اشكك انه مش هو، بس لا ما كانش برونو يعني. فهو مباراته لم تكن سيئه، بس انا عارف ان عاجلا ام اجلا هنشوف كاسيميرو بيتالق في هذا التالق، ويجي بقى يعمل فيها ان انا الواد الفتك اللي هطلع بالكره فتتقطع منه، وفي الغالب ده ماتش ليفربول وتروح الكره لصلاح وصلاح يجيب جون، هنفرح ان صلاح جاب جون مفيش مشكله. بس هو في ماتشات تانية غير ماتش ليفربول، يعني نحط ماتش صلاح على جنب ليه بقى لازم، وحط ماتش سيتي على جنب عشان ما رموش. طب الحل ايه؟ هقول لك للاسف الشديد ده السؤال الثالث، هو اوجارتي. انا معاك ان اوجارتي لما نزل كان برضه سيء، اوجارتي نزل باصه كره لكاي هافرتس اللي خد فيها هافرتس فاول من ماجواير لما نزل، الفاول اللي رايس شاطه خبطت سنه في الحيطه وراحت جنب القايم اللي بايندير خبط فيها في القايم وهو رايح ينط من الخضه طبعا بتاعت كره رايس. مش عارف انا حاسه حارس مرمى واقف حاسك مخضوض خايف مش عارف ليه، كنت توقف الحارس الخبره يا سيدي، ما علينا. فاوجارتي بصاها غلط، اوجارتي ادى مش بصاها بعيد مثلا عن مجوار، اوجارتي ادى الكوره لهافرتس في رجله. في كوره تانية اوجارتي جات له فرصه انه يشوط شاطها بره خالص. في كوره ثالثه في الوقت بدل الضايع، انت ضاغط على ارسنال وبتحاول تضغط في اخر كام دقيقه ومش عايز تدي ارسنال نفس، هافرتس هيستلم الكوره راح اوجارتي المفروض يعني زي ما تقول ايه تبقى وراه تضغط عليه بس ما تضربوش، لا اوجارتي دخل راح خابط في هافرتس مدي ارسنال فاول، الراحه اللي ارسنال كان عايزها. يعني لا انا خدت منك هجوم ولا دفاع، بس يبقى في النهايه لما هختار حد منهم على الاقل اوجارتي ده قد يكون عنده هامش تطور، يعني ممكن يتطور ممكن يعمل. كاسيميرو بيعمل نفس الغلطه بقاله 500 سنه،
فخلاص احنا عارفين ان هي مش هتتطور، على الاقل اوجارتي ده يمكن في امل، فما بنلعبش باوجارتي ليه؟ يعني احنا كل مره بنراهن على خبره كاسيميرو، وكاسيميرو عنده مزايا دفاعيا مش هقدر اقول عليه حاجه، لكن عنده عيوب، وعيبه قاتل في الماتشات الكبيره اللي زي دي. الماتش بقى اللي هو انت الفوارق فيها بسيطه، العيب ده قاتل. فالتساؤل ليه اوجارتي ما بياخدش وقت اكتر شويه، او ليه هو اللي ما خدش البدايه في الماتش؟ هو بياخد وقت عموما، بس ليه هو ما خدش البدايه؟ وهنعمل ايه في موضوع مركز 6 لان الاثنين لعيبه لو ما نفعوش؟ هل كوبي ماينو بقى مثلا يلعب؟ بس كوبي ماينو انا بشوفه اكتر جنب كاسيميرو او اوجارتي. في لعيب اسمه كوليير، لو انا بنطق اسمه صح، كان هو جربه، لعيب شاب كده، جربه في الماتشات الوديه، بيلعب برده في الحته دي في نص الملعب. هل ده هيبقى حل؟ دول الثلاث تساؤلات. انا متفهم شويه انك ما بداتش باماد ديالو، مع العلم ان انا مش عارف ليه انت مدي خوف قوي من مارتينيلي. بس ديالو الشوط الثاني لما نزل فريش، الشوط الاول كان ممكن يحرق بنزين كتير في انه طالع رايح جاي رايح جاي رايح جاي كتير، كان هيحرق بنزين كتير قوي. فانا متفهم ان انت سبته في الشوط الثاني نازل فريش ويحاول انه ينشط مبومه، وتحاول ان انت تستفيد ان لعيبه ارسنال بقى تبقى تعبت شويه. ارتيتا ردها لك ازاي بقى؟ راح مطلع الاثنين اللي في الناحيه دي، طلع كالافيوري وطلع كمان مارتينيلي، ونزل مادويكي اللي كان بيدافع اكتر شويه ما بيهاجم. يعني انا شفت مادويكي الناس قالت انه نزل كان وحش والكلام ده، انا شايف ان مادويكي بنسبه كبيره كان نازل في الاساس، يعني اغلب شغله كان دفاعي. تغييرات ارسنال يعني كانت اغلبها تغييرات، التغييرين ناحيه الشمال دول منطقيين، خروج بن وايت الاصابه منطقي، خروج رايس في النهايه منطقي. جيوكريز ما كانش كويس، وطبيعي انك هتنزل هافرتس، بس جيوكريز هيجي منه في الموسم. هو جيوكريز لعيب لما بيطلع بره ال 18 في ايام سبورتنج لشبونه لما بتشوفه بيعرف يعمل كره عرضيه على الارض، بس هو لسه اول ماتش، لسه تحس المكنه ما اشتغلتش. جات له كورتين في الشوط الاول، واحده عملها لسكه على الارض كده جوه ال 18 بس عملها له قويه شويه، وواحده اللي عملها عاليه عرضيه عاليه كانت لكالافيوري بس عملها له برده قويه، راحت ورا كالافيوري. بس هو في الطبيعي هيظبط الكرات دي، بس هو تحسه ان اول ماتش لسه الدنيا ما اشتغلتش. هتقول لي سيسكو لو لعب كان هيبقى زي كده، ما انت لعبت الشوط الثاني، فرقت ايه يعني؟ فكان ضروري ان سيسكو يبدا. الراجل الثاني ما صدق بقى عنده مهاجم بدا بيه، انت جبته مهاجم ما بداتش بيه. بس فهي الفكره، دول الثلاث تساؤلات. الشوط الثاني ظبط كتير، اماد ديالو نزل فريش ظبط معاك كتير في الجبهه اليمنى. سيسكو لما نزل طبعا بقى عندك عمق هجوم، بقى عندك واحد لما باتريك دورجو يلعب الكره عرضيه انت عارف ان في واحد موجود جوه. مباراه كانت كويسه ليونايتد كبدايه، بس هتحتاج يعني الفتره الجايه تحل يعني انت هتختار بقى اونانا، في الغالب هو اللي هيرجع يكون الحارس الاول عشان تشوف بقى موضوع حراسه، هتحتاج تحل موضوع حراسه المرمى ده. في الغالب اونانا هيبقى الحارس رقم واحد. هتحتاج ان بنجامين سيسكو يبدا. انا مش شايف مكان واضح لميسون ماونت بصراحه في التشكيل. هتحتاج انك تحاول تشتغل على اوجارتي، ده الحل اللي انا بشوف، ان انت يبقى عندك لعيب 6 قوي شويه يقدر ان هو يطلع بالكره ويبقى ديفندر كويس، يعني تحل ازمه كاسيميرو بان اوجارتي لازم يتحسن شويه بالكوره. دول الثلاث حاجات ممكن اللي انت محتاجهم، بس استمر في حته ان مبومو وكونيا هم اللي بيلعبوا تحت المهاجم ويروحوا على الجون. حتى لو ضيعوا فرصه النهارده هيجيبوا بكره، الاثنين دول جابوا جوان كتير السنه اللي فاتت ما شاء الله يعني. فبالتالي فكره التهديف موجوده، وانت مش هتلعب ارسنال كل يوم، فهتعرف بعد كده تطلع على الارض وبرونو فرنانديز يطلع، ويبقى كمان انت عندك حلول اكتر، وتعرف بقى تلعب لسيسكو على الارض وسيسكو يستلم ظهره للمدافع، ويدي بقى مثلا مبومو او يدي كونيا. وربما ساعتها فكره ماونت اللي انت فكرت فيها دي ربما تشتغل، يعني الله اعلم. ويمكن هو قال جمله في الاخر روبن اموريم، هي فكره ان ايه، كويس ان معايا سيسكو عشان يبقى معايا زي طرق مختلفه للعب. ربما ده اللي قصده، مره هيلعب سيسكو، مره ماونت، مره هويلاند، يعني يبقى عندك اللعيبه اللي قدام دي متنوعه، واحد يعرف يلعب اكتر مع اللي تحت بظهره، وواحد هيستلم ويلف ويحاول يودي الناس على الجون، واحد زي اللي هو هويلاند في الغالب هيبقى جوه ال 18 اكتر.
فيبقى عندك تنوع شويه. فهي مباراه تدعو للتفاؤل ليونايتد يعني. وبالنسبه لارسنال هي تدعو للتفاؤل برضه، ان انت كسبت اول ماتش ضد يونايتد في اولد ترافورد في مباراه صعبه، وانت عارف ان الفريق ممكن ما يبقاش بهذا السوء كتير. بس يعني ده اللي حصل، وهنشوف الفتره الجايه بقى ايه ماذا سيقدم لنا كلا الفريقين. شكرا جزيلا.